ليو فاندر، الراجل اللي شكل الموسيقى الحديثة وهو أصلا ما كانش بيعرف يعزف ولا أي آلة موسيقية. هو مؤسس شركة فاندر، واللي من خلالها قدر إن هو يصمم ويخترع آلات موسيقية كهربائية سهلة الاستخدام والتصنيع والإصلاح. اختراعاته وتصميماته بتشمل الإلكتريك جيتارز والإلكتريك بيزز والأمبليفايرز. في الخمس حلقات اللي جايين هنتكلم على بعض من اختراعاته وتصميماته اللي ساهمت في تغيير شكل الموسيقى، ودي هتبقى بداية سلسلة. في بداية الخمسينات عازفين الكونتري ابتدوا يجربوا أصوات جديدة باستخدام إلكتريك جيتارز. بس ساعتها في أول الخمسينات الإلكتريك جيتارز كانت عبارة عن أكوستيك هولو بوديز متعدلة بحيث إن يبقى فيها بيك اب وتطلع صوت كهرباء. بس الجيتارات دي كان فيها مشكلة مع الصوت العالي بالذات وانت على الستيج، وهنا ظهر ليو فاندر بحل عملي جدا. أول جيتار سوليد بودي، التالي كاستر. جيتار متنوع، مش بس افاد الكونتري ميوزيشنز، لا ده دخل في الكونتري وفي الروك وفي البلوز وكمان في البوب وفي بعض الاغاني الهافي ميتال. ودي كانت بداية واحد من اهم التصميمات للجيتارات في التاريخ. معلومة على السريع رقم 22 وتاني فيديو في سلسلة ليو فاندر. رغم نجاح التليكاستر لكن ليو فاندر موقفش عند كده. بعض العازفين كان نفسهم في جيتار اكثر راحة في الاستخدام وفي تنوع اكتر شوية او اكتر بكتير. سنة 1954 ليو قدم لنا تصميم اريح تصميم اتعمل لإلكتريك جيتارز، لسوليد بوديز بالذات يعني. وفي 3 بيك ابس بدل 2 اللي كانوا في التالي، وده بيديك فرصة ان انت بالبيك اب سويتش يبقى عندك 5 بوزيشنز، تنوع اكتر في الصوت، زائد التراميلو سيستم او اللي احنا بنسميه الوامي بار. طبعا هو سيستم كامل ليه علاقة بالبريدج وبالبار نفسه وبالسوست ورا، يعني مش هنخش في تفاصيل كتير قوي دي. وكمان في ديزاينات تانية اكتر اتبنت على الديزاين ده لشركات تانية غير فندر. كل المميزات دي اتجمعت، او باختصار هو ده جيتار الستراتوكاستر، التصميم السوليد بودي التاني لليو فاندر. ودي كانت معلومة على السريع رقم 23 والحلقة رقم 3 في سلسلة ليو فاندر. بعد نجاح التليكاستر في أول الخمسينات كان في طلب جديد من العازفين، عايزين إلكتريك سوليد بيس جيتار. ففي سنة 1951 بالتحديد ليو فاندر قدم أول إلكتريك سوليد بيس جيتار، وكان تصميمه مشابه جدا للتليكاستر للجيتار. مع الوقت اتطور والبيك اب اتغيرت من سنجل كويل لهمبكر، ووصل أخيرا الديزاين للشكل المتعارف عليه حاليا واللي هو البريسيجن بيس. ودي كانت معلومة على السريع رقم 24 وتكملة لسلسلة ليو فاندر. بعد نجاح البريسيجن بيس واحنا ساعتها خلصنا الخمسينات، يعني كمان السترات كان موجود وطبعا السوليد بودي الاولاني خالص التليكاستر كان موجود. بعد النجاحات دي كلها سنة 1960 قرر ليو فاندر ينزل بالجديد. هو عبارة عن بيس جيتار، لكن في بدل همبكر واحدة زي ال بريسيجن بيس في تو بيك ابس، تو سنجل كويل بيك ابس، وكل واحدة ليها فوليوم تقدر تتحكم بيه براحتك. يعني ممكن تلعب بالبريدج بيك اب او بالناك بيك اب او بالاتنين سوا. طبعا ده ادى تنوع كبير جدا في صوت البيس. وزي ما كان البريسيجن بيس مبني على نفس فكرة التليكاستر، الجاز بيز مبني شوية على بعض الحاجات من ديزاين الستراتوكاستر. طبعا حصل مراحل كتير في التطور بتاعه او تطور الديزاين، ولكن وصلنا للشكل النهائي بتاعه اللي هو ده.
الجاز بيس. طبعا هو باين من اسمه ان هو كان معمول علشان عازفين الجاز، لكن عازفين الفانك بالذات استخدموه، ومن اشهر الجيتارات اللي يطلع من عليها اصوات حلوه جدا للسلابينج والبوبينج. ومش بس الجونرز دي، ده كمان في كل الجونرز زيه زي البريسيجن. ومن اول التليكاستر لحد الجاز بيز، وافكار ليو فاندر عماله بتغير شكل الموسيقى. ودي كانت معلومة على السريع رقم 25، واخر حلقة في سلسلة ليو فاندر.